على المجموعة الثالثة. هذه المجموعة المحبطة، المجموعة اللي دخلت في حالة من العدمية وعدم تصديق أي شيء وعدم الإقبال وعدم الاستعداد لتقبل أي شيء. أنا مع مشروع وطني للثقافة والفنون ومؤتمر لهذا الموضوع يركز على انتشال هذه الفئة من الواقع أو المستنقع اللي هي فيه. أنا دائما أتحدث عن تيارات، تيار كذا وتيار كذا، هذا مستنقع ومستنقع خطير. فأنا مع كل ما تفضلتم به حول مبادرات مختلفة، بالتحديد التركيز على هذا المؤتمر وأن ينبثق عنه مجموعة تتعامل مع النشاط المنهجي والنشاط اللامنهجي. بالتأكيد، وأنا خدمت تقريبا سنة ونص كوزير تربية وتعليم، لامست بشكل مباشر الفقر الثقافي اللي عم نعاني منه، إن كان بالفنون ولا بالمسرح ولا بالدراما ولا بالشعر ولا بالأدب ولا بالتطوع، بكل المهارات والسلوكيات المرتبطة. فإحنا بحاجة لهذا الموضوع. وبدأت وزارة التربية والتعليم، أدخلنا حصص النشاط على هذا، أدخلنا متطلبات التطوع، وخدمة الوطن اللي عم نحكي عنها لا تنفصل إطلاقا عن هذا المشروع. هي في بداياتها ليست إلزامية للجميع، لأنه إحنا عندنا حوالي 200,000 عاطل عن العمل في الأردن. لا نستطيع بسنة واحدة أن نقول هي إلزامية على الجميع بهذه الفئة العمرية، ولكن سنبدأ وبخطوات واضحة. وهناك إلزامية ستكون في المرحلة المدرسية والمرحلة الجامعية للعمل التطوعي والمشاركة في فعاليات ثقافية. الموضوع أيضا ولو بشكل غير مباشر، وهذا آخر شغلة راح أحكيها، بشكل غير مباشر بس أنتم أثرتوا الموضوع، هو هام عند كل مواطن أردني، موضوع الفساد. موضوع الفساد أصبح عنوانا. أنا اليوم الواحد بيقول يعني إذا بدك نحكي في أي موضوع، أول إشي جيبوا لنا الكردي ومطيع. يعني صار هذا الموضوع فعلا هو عقبة أو مدخل لكل شيء. أنا موظف عام هذيك المرة قالنا إذا بدكم أداوم جيبوا أول شيء عوني ومطيع. يا أخي شو دخل يعني؟ هذا بذكرني لما كانوا بعض القادة والله يرحمهم جميعا يقولوا لك يعني أولا بنحرر فلسطين، بعدين تعالوا نحكي في الديمقراطية وفي الحقوق وفي الواجب. لا يا سيدي، لا صار فينا لا محررين ولا معطين حريات وحقوق. فيما يتعلق بالفساد بالتحديد، في جانب تشريعي عم نشتغل عليه بشكل، احنا في قانون هام جدا بس لم يلقى الاهتمام الكافي، هو قانون ما يسمى من أين لك هذا غلظنا العقوبات فيه، ولكن أيضا عدلنا في جوهره بحيث نراقب تنامي الثروة لدى المسؤول، ونتابع القضايا اللي كلكم بتعرفوا عنها بشكل حديث. بس مشكلة شو كل شيء نقدر نحكي عنه أول بأول. وإن شاء الله رح نستمر في هذا الموضوع، وهذا رح يخفف درجة الاحتقان. فيما يتعلق ديوان المحاسبة، احنا كل تقرير لديوان المحاسبة وكل وحدة عم نتابعها أولا بأول هذه السنة. بس برجع بقول يعني المجموعة الثالثة احنا بحاجة لجهودكم وتكاتفنا مع بعض للخروج بمشروع مفصل حول هذا.